يا مساء الجمال والروقان على أحلى ناس في الدنيا. لو أنت سنك أقل من 18 سنة بلاش تشوف الفيلم، لأن الفيلم كله رومانسية وحب وضرب نار من الآخر، يعني نار يا حبيبي نار. هات كوباية الشاي المتينة واسمعني يا معلم. بتبدأ حكاية النهاردة في قارة أوروبا، بالتحديد أوي في دولة فنلندا. وقتها بنشوف بنت حلوة وجميلة واسمها إيلي، عايشة بين الزرع والخضرة والمناظر الطبيعية، وطبعا مفيش أحسن من كده. عندها حوالي 35 سنة ومتعلمة ومثقفة، بس نفسها ربنا يديلها ولد أو بنت يملى عليها الدنيا بدل الوحدة اللي هي فيها. وبنعرف إن الحلوة إيلي متجوزة من قس طيب جدا واسمه بيتر. بقالهم 17 سنة متجوزين وربنا لسه ما أردش وأعطاهم أولاد. وبنعرف إن الكاهن بيتر الناس كلها بتحبه، وكمان كان زوج مثالي جدا وأي بنت تتمناه، وكان بيحب مراته جدا وعاوز يسعدها بأي طريقة. لكن موضوع الخلفة ما كانش بإيده، على الرغم إن هو راح لأكبر الدكاترة، لكن لسه ربنا ما رضش. لكن في الفترة الأخيرة يا معلم، مراته إيلي بدأت تحس إن العمر بدأ يجري بيها، وهي نفسها في طفل يملى عليها الدنيا. وكمان هي لاحظت إن في الفترة الأخيرة القس بيتر بدأ ما يهتمش بيها، مشغول بأعمال الكنيسة أكتر منها، وعلى طول غايب عنها وسايبها لوحدها. حتى وقت العلاقة الحميمية كان بيهرب منها بحجة إن هو مشغول وتعبان ومش فاضل الحاجات ديت. علشان كده الحلوة إيلي بدأت تعيش معاه حياة روتينية، والحب اللي كان بينهم واحدة واحدة بدأ يتبخر زي أي اتنين متجوزين مش بيحبوا بعض. لكن البيت بيجمعهم تحت سقف واحد، ومشكلة العلاقة الحميمية كانت بتأثر جدا على إيلي، لأنها في أحسن أيام شبابها ومحتاجة جوزها يكون معاها، خاصة إن هي لسه برضه صغيرة، لحد ما فكرت إنها تسيب البيت وتمشي علشان ما توقعش نفسها في الخطيئة مع حد تاني غير القس، وخاصة إنها متجوزة راجل دين وما يصحش إنها تعمل كده. لكن في يوم من الايام يا معلم، القس بيتر بيحس ان مراته زعلانه بسبب انشغاله عنها. راح قرب منها عشان يصالحها ويهزر معاها شويه، وفعلا هما الاتنين عملوا مع بعض علاقه، لكن ما كانتش كافيه لايلي اللي طلبت منه يفضل معاها شويه كمان. راح قال لها انا تعبان ومرهق وكفايه على كده وتعيشي للمره الجايه. ساعتها ايلي بتزعل جدا، والوحده والتفكير سيطروا عليها، لان اجمل ايام عمرها بتجري بيها، وبدات تحس ان الكاهن مش عاطيها اي حقوقها. علشان كده ايلي كانت دايما زعلانه وحزينه وبتحب تمشي لوحدها تفكر في حياتها المدمرة. لكن إيلي كانت عارفة إن القس بيحبها، علشان كده ما كانتش عارفة تتصرف إزاي أو تعمل إيه. وفي يوم من الأيام وهم بيتغدوا مع بعض، بيتر بيعرف إن في واحد من أعز أصحابه جاي يزوره وهيقعد عندهم كام يوم، وفضل يحكي لها القس بيتر على علاقته بصاحبه من أيام الدراسة، وعرف إن صاحبه اسمه أولافي. راحت إيلي قالت له ده بيتك وأنت حر فيه، وأنا ما عنديش أي اعتراض أدام أنت موافق. لحد كده يا معلم الأمور تمام و10 على 10، لكن اللي هيحصل بعد كده يا معلم مش حلو خالص.